زيادة على الخلية ديالنا. خليتنا تقدمت بشكاية تضمنت وقائع إجرامية عديدة تمس بالأطفال، تمس بالشباب، تمس بالمواطن بصفة عامة، لكون أنها تنشر على مستوى منصات عمومية التي يستغلها الشخص لنشر مثل هذه الشوائب الإجرامية. إذن ننتظر غدا إن شاء الله، سوف نحضر بقوة وسوف نؤكد شكايتنا وننتظر القرار النهائي للسيد وكيل الملك بابتدائية الجديدة. جميل جدا. أستاذ، على سبيل المثال كاينين بزاف ديال المؤثرين اللي هما الآن محور عدة شكايات: هشام المداح، لنجري، نقاش الحنة، أسامي كثيرة. والفقيه صحيح؟ الفقيه اللي كيطلع يزوج، لان هذا الفقيه اظن انه هذاك ستاج الاخر استاذ، هذاك موجود في اللائحه، ولكنه اظن انه زرب على راسه. لماذا؟ لانه دار واحد الخرجه غير موفقه كلها سب وقذف في حق المغاربه، اتهم المغاربه انهم ليسوا على دين الاسلام. اكثر من ذلك يعني شجع على الافعال الاجراميه المرتكبه من قبل مولينكس، تعاطف معه، توجه لي شخصيا بالسب والقذف في حقكم أستاذ؟ في حقي وفي حق خليتي، ولذلك أظن أنه مشى بعيد ومشى بسرعة جنونية، وأقول له يعني رويدك، فأنت الموضوع الآن في اللائحة. جميل جدا. في حالة ما طلع شي واحد من هاد الناس اللي هما محطوطين بهم شكايات وأبان عن ندمه وقدم اعتذار وقفل داك الكونت ومسح دوك الفيديوهات، علامة استفهام. شنو ردكم يا أستاذ؟ وخليني نقول اسم. ليلة أمس جاءني اتصال من هشام المداح وأبدى ندم شديد، قال أنا ندمت وبعدت من هذه المحتويات، والفيديو اللي تعرى فيه على المغاربة قال بأنه كانت لحظة انفعال وهما اللي وصلوا لهذا أنه حتى خرج على الطوع ديالو، وأبدى عن ندم شديد جدا، وقال هذه والتوبة أنا ما بقيتش كندير، ويلا رجعت مراتي وربينا واحد وليد، ووعد غادي نطلع ندير إلا بغاوني نطلع ندير فيديو نعتذر فيه المغاربة، نعتذر للأساتذة الأفاضل، نعتذر للجمعيات، ونسد داك المحتوى وندير محتوى نقي. أردك أستاذ أحمد شتاتو بكل صراحة. بصراحة لا سامح. علاش؟ ولو فوق جثتي، لأنه الوقت اللي كانوا تيديروا الناس داك الفيديوهات ويقذفوا ويسبوا وكما قلتي تيتعراو وداك الشيء، أين كان ضميرهم؟ أين كانوا؟ ونقولوا الله غفور رحيم، ونعطيو لهاد الناس فرصة، حيت اكيد ماشي غرضكم تصيفطوا الناس للحبس، انما غرضكم الاصلاح، صح ولا لا استاذ؟ نعم. غرضكم الاصلاح، تعطى فرصة لهاد الناس، لما لا؟ تطبيق القانون. ممكن لك تعطى فرصة يطلبوا من المحكمة، مي انا الوظيفة ديالي شكاية نحطها، الاختصاصات ديالي علاش نعطلها؟ انا ما عنديش اختصاصات ديال الجمعيه اللي تنوب عليها ولا شي حاجه. نعم. اذا اعتذر ولا شي حاجه لا تحرك الشكايه، نحركوا الشكايه، ولا بغى يطلب الاعتذار ولا شي حاجه كاين جهات ما يطلب الاعتذار. مي حنا كشرط اساسي، اولا لا نستقبل المشتكى بهم. نعم. ولا نتعامل معهم ولا نتواصل معهم ولا نستقبل حتى من يريد ان يتوسط لنا بينهم. نعم. نبقى على مسافه كبيره بيننا وبينه. وظيفتنا ان نتقدم بالشكايات وان نراقبها ونتتبعها الى اخر رمق. اما مساله التسامح غير ذلك فلا المجال للحديث عندنا. النيابه العامه تاخذ بعين الاعتبار استاذ، معليش السؤال يطرح نفسه. انا نصب بالعشره الاساتذه انهم راه ماشي قاصحين، ماشي جاحدين ولا حاقدين، انما القانون يطبق. النيابه العامه قد تاخذ بعين الاعتبار هذا الاعتذار مثلا، او انه شخص من هاد الناس، نخليونا غير في هشام المداح لانه الان كيصيفط ميساجات وتيطلب وتيرغب، تيقول انا بعدت من هادشي وما بقيتش كندير هادشي. يعني النيابه العامه ممكن تاخذ بعين الاعتبار هذا الاعتذار، او ان الانسان ممكن انه يتراجع ويتخذ في حقه مثلا كفاله ماديه سورسي وما الى ذلك. كما قال الاستاذ المحترم الاستاذ احمد شاتو، فعلا احنا ما يمكنش لنا اننا نشكيو بشخص او نتوصلوا على ان هناك شخص ارتكب جرائم على مواقع التواصل الاجتماعي ونجيو نتنازلوا ليه
او نستقبلوه نبداو نتعاطفوا معه. يعني هنا غنكونوا متناقضين مع انفسنا. نعم. هذا الشخص هذا يعني الا كان على اللائحه، انا مازال غنشوف الا كان على اللائحه تقدم الشكايه، لان هناك جرائم والجريمه هو فعل يثير الاضطراب في المجتمع. يعني الناس الان كلهم ساخطين لدرجه انهم تحملوا هذا الشيء لسنوات. يعني منذ الغزو ديال اليوتيوب ومنذ ظهور هذه شبكات التواصل لاحظنا ان المغاربه عانوا كثيرا من مثل هذه النفايات الإجرامية بمثل هذه السموم التي كانت تبث وكانوا يعانون في صمت. اليوم جاءت المناسبة، لا يمكن أن نضع تمييزا نعطف على هذا ونسامح هذا. يجب أن نلاحق كل مقترفي ومرتكبي هذه الجرائم وكل من لوثوا سمعة بلدنا الغالي، ولكن خاص الإجراءات الدار. تقدم الشكاية، يستمع المشتكى بهم، يقدموا أمام النيابة العامة، يحالون على القضاء. ديك الساعة نشوفوا إذا أراد القضاء أن يمتعهم بظروف التخفيف من حقه. إذا أبدى هذا الشخص ندمه قد يأخذ ذلك القضاء بعين الاعتبار في إطار تفريد العقوبة، لأن إذا كان السجن مثلا عقوبة نافذة أو عقوبة لها الحد الأدنى والأقصى أو الأعلى، يمكن القضاء أن يفرد العقوبة. نعم. مثلا غيجينا شخص يتبجح بالجريمة ديالو وما بينش الندم ديالو ولم يعتذر، ما غاديش يكون بحال الشخص اللي اعتذر وأبدى ندمه وأسفه. الأمر يختلف، ولكن هذا لا يعني أننا نستنكف أو نحجم على تقديم المساطير. لا نستقبل المشتكى بهم وبعد ذلك نذرف عليهم الدموع. لكن مؤخرا استاذ عذرا منك شفنا السيده البقالي، الاستاذه سميره البقالي كنوجهوا لها تحيه، استقبلت أمي نعيمه. لقد كان خطأ فادحا قاتلا، كان ضربة في مقتل. حتى شفنا سخط. لا لا لا، هذا خطأ. لازلت ملي كتذكرني بي كنحس بالمرارة. علاش؟ كيف يعقل أن قضية يتتبع الرأي العام وأن سيدة عاتت فسادا في مواقع التواصل الاجتماعي هي ومن يدور في فلكها وارتكبت أفعال إجرامية، يكفي أننا نعود إلى المنجزات ديال إنشاء التعبير على مستوى القنوات ديالها وديال بناتها. اش كنلقاو أفعال يندى لها الجبين. هناك متاجرة بالأطفال، هناك سب وقذف، هناك تشهير، هناك اتجار في الأطفال القصار. كيف يعقل أنك تجعل الأطفال محتوى وتجعل الأطفال في مشاهد مؤثرة اللي غتأثر على التوازن ديالهم النفسي والأخلاقي؟ وكل المغاربة في الخارج مستاءون. نعم. لدرجة أني ملي جيت نقدم الشكاية لقيت ناس مستاءون داخل المحكمة ونقدموا شكاية ويتابعنا الرأي العام وكله ينتظر تقديمها للعدالة وملاحقتها قانونيا. نعم. فنفاجأ أين هذه السيدة تتواجد بمقر الجمعية التي تقدمت بشكاية ضدها، بل أكثر من ذلك نعرب عن التعاطف معها. إنه استفزاز في حق المغاربة، إنه تسفيه. ما الغاية؟ ما الغرض من استقبالها مثلا؟ ما الغرض؟ ولو أنه هذا سؤال ماشي أنت اللي خصك تجاوبنا عليه، المفروض أنه يتطرح على السيدة مدام بقالي. ما الغاية؟ في حين أنكم أنتم، أنا حاولت أنه ندير واحد بحكم أنه المداح كيتصل وباغي يدير مداخلة، فسألت سؤال واش ممكن الأساتذة الأفاضل وأنتم اللي نشأتوا الخلية أنكم تسامحوا، فقلتي بالحرف حنا ما كنجلسوش حتى مع المشتكى بهم. يمنع قانونيا يمنع قانونيا أن تجلس مع الخصم. ثم أكثر من ذلك، كيف يعقل هذا؟ شوفي هذه الصورة، تخيلي معي أن شخص أو هذه السيدة رفعنا شكاية في مواجهتها بتكليف وبمناشدة من المغاربة لأن أساءت إليهم مدة طويلة، ونجيو في لمح البصر نفتحوا لها المقر أو نفتحوا لها البيت ديالنا ونجلسوا معاها ونبداو ندرفوا معاها الدموع.
ونبداو نقولوا مسكينه الله يكون في عونها. معنا اتصال يا استاذ؟ خليك معنا اساتذه، ناخذ اول اتصال في حلقه اليوم. الو مساء النور. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الاسم كريم من اي مدينه؟ سي سمير، انا هشام المداح. الو انا هشام المداح. هشام المداح. انا غادي نسمعك انا، انما لن افرض على الاساتذه انهم يتحاوروا معك، لان هذا مبدا قانوني ديالهم ماشي معاه، انما انا بحكم انني في البلاطو فغادي نسمعك. قول شنو عندك. اول حاجه بعد السلام عليكم. انا اختي بغيت نقول واحد الكلمه ونقولها حتى للاساتذه اللي معاك المحترمين. انا يا فعل يا ربي هذه 7 سنين هذه ياك تزوجت بنيت واحد الوليد، قعدت الارض ما عمرني تعريت ولا ما عمرني لبست حوايج العيالات ولا ما عمرني درت الماكياج ولا عمرني درت حتى شي حاجه العيب. من غير ذاك النهار وقع لي واحد المشكل، هجموا عليا حتى بالحجر هنا الناس تعذب، وصورت داك الشيء كلشي عندي فيديو. والناس هجموا عليك بالحجر في الدرب، انت طلعتي تعملي على عباد الله في تيك توك يا هشام. الدرب هنايا. اعتقد ان المتصل عنده مشكل في الصوت حتى يرجع معنا. تفضل استاذ. ما كاينش الو قانوني واحد في العالم الو تيقول لان اعتذار الفاعل يعفيه من العقاب. ما كاينش. كاين في بلجيكا واحد القاعده تيديروها زوينه في النظام ديالهم، تقول لك اذا اعترف الشخص المساءل او المتهم امام المحكمه وادلى بقرائن تعزز الاعتراف ديالو، يستفيد من نصف العقوبه انها تسقط. يعني يعترف. نعم اعتراف. وما هدرش حتى على انه يطلب المسامحه، يطلب المسامحه ولا لا تتبقى فقط شكليات ليس الا. مثلا نرجعوا للنموذج ديال الياس المالكي. نعم. اعتقد على انه سبق طلب الاعتذار مرات عديده صحيح. هو هذا ونفس الفعل صحيح. وبالتالي فما قيمه الاعتذار وانت ستعود؟ لان الجريمه راها عندها اثار على المجتمع ما تيتقبلهاش، ما تيرفضها. واش داك الاعتذار يعني تيصلح ديك الاثار ديال الجريمه؟ ابدا. فعلا قيمه القانون تكمن في خرقه. اذا تخرق القانون ومتفعل شر ما كاينش قيمه. بالتالي فاعتقد على ان الاعتذار في مثل هذه الجرائم لا سيما اللي تيكون عندها واحد الصيت والجميع يمددوا بها، يعني لا قيمه لها ولا جدوى منها. ما جدوى من الاعتذار، وهناك فيديوهات كتبقى موثقه في ارشيف اليوتيوب. وغاية التي نتغير ونتوسل في هذه الحرب هو محاولة تنقية أجواء اليوتيوب من مثل هذه الشوائب الإجرامية، وإيصال الرسالة إلى كل المتنطعين وكل المستخفين بالكرامة وكل الساعين إلى تلويث سمعة البلد. نقول لهم بالصوت العالي من خلال هذه التوقيفات، من خلال هذه المحاكمات، أننا لن نقف، وأننا ساعون إلى وضع حد إلى مثل هذه الجرائم التي لها مساس خطير بالأمن العام، بالذوق العام، بالأخلاق، بالقيم إلى غير ذلك. والقضاء سيكون كفيل بالضرب من حديد حتى تعود الطمأنينة ويعود الأمان للمواطنين. لأنه حقيقة أختي سميرة نتفاجأ أن الكم الهائل من الاتصالات الهاتفية على الرقم الهاتفي الذي خصصناه للخلية، ولا سيما المواطنون بالخارج. صحيح. يعني تضج أصواتهم ويستغيثون ويناشدوننا من أجل السير قدما في محاربة هؤلاء الخارجين على القانون والذين ينشرون محتوياتهم الهابطة على المنصات العمومية، لأنه يتضررون. لأن هاد المغاربة المتواجدين بالخارج ونحن نحييهم من خلال قناتكم ونشكرهم على اهتمامهم وعلى تزويدهم لنا بعديد من الفيديوهات التي توثق لهذه الجرائم. يعني هؤلاء المواطنين الشرفاء بالخارج يشتاقون إلى بلدهم ويعيشون في الغربة، وبالتالي متنفسهم الوحيد هو اليوتيوب، هو مواقع التواصل، لكنهم يفاجئون بممارسة مشينة وبأفعال إجرامية تسيء إلى البلد وتسيء إلى المغرب بصفة عامة. وهذا أمر يحز في أنفسهم. لذلك نلاحظ يعني حرصهم الشديد، اتصالاتهم المتكررة، إرسالهم لنا فيديوهات عديدة يعني تتقاطر علينا بشكل يومي.
وبالتالي نطمئنهم على أن معركتنا ستكون مستمرة، لأنها معركة نبيلة، ونحن رجال قانون نطبق القانون، نحن مختصون مؤهلون مهيئون، وسوف نستمر في هذه المعركة إلى النهاية. جميل جدا. إضافة في هذه تفضل يا النقطة أستاذ. أريد أن أوضحها، هو أن إلياس المالكي عندما سيمثل غدا أمام السيد أنظار السيد وكيل الملك، السيد وكيل الملك بعد استنطاقه سيكون إما القرار متابعه في حالة اعتقال أو تحريك الدعوة العمومية، يعني متابعته في حالة صراح بعد أداء كفالة. ولكن من المرجح وغالبا بشكل يعني حتى لا أقول محسوم فيه سيتم متابعته في حالة الاعتقال، لأنه تتحقق واحد الشرطين التي اشترطهم القانون على وكيل الملك من أجل اعتقال الشخص وإيداعه السجن، اللي هما انعدام ضمانات الحضور والخطورة الإجرامية. هنا أتحدث على المادة 47 ومادة 74 من قانون المسطرة الجنائي. هاد الشرطين اللي ضروري توفروا باش يتابع السيد وكيل الملك في حالة اعتقال، درنا واحد التنزيل على السي إلياس المالكي لقاهم كاينين. الخطورة الإجرامية محققة والقانون ما تيشرطهمش بجوج، تيشرط واحد فيهم، يعني بلغة الأول بلغة الاختيار. فرضا أن شو نقولوا كاينة ضمانة الحضور ماشي مشكل، ولكن في الخطورة الإجرامية كاينة. الخطورة الإجرامية أين تكمن الخطورة الإجرامية أستاذ؟ تتجلى أولا له عدة سوابق قضائية في قضايا مماثلة. هنا تتكمن الخطورة الإجرامية كنقطة أولى. النقطة الثانية ديال الخطورة الإجرامية هو تعدد الضحايا وكثرة الشكايات، بمعنى جرائمه غدا لن يمتلنا بخصوص جريمة واحدة أو شكاية واحدة، وإنما بخصوص عدة شكايات وعدة جرائم في حق مجموعة من الأشخاص ومجموعة يعني من المهنيين. وبالتالي فالخطورة الإجرامية هنا تتحقق للمرة الثانية. وبالتالي فأكيد جدا أعتقد أنا كرأي شخصي على أن السيد وكيل الملك على مستوى المحكمة الابتدائية الجديدة سيقوم بمتابعة إلياس المالكي في حالة اعتقال. أكثر من ذلك تسجل في حقه حالة العود طبقا للمادة 157 من القانون الجنائي. هنا مكمن الخطورة أستاذ. حالة العود تتحقق في حقه طبقا للمادة 157 من القانون الجنائي، لأنه سبق أن صدرت في حقه عقوبة حبسية أعتقد أنها أصبحت نهائية، وبالتالي المشرع أو القانون الجنائي يجيب أن الشخص الذي يعني تتوافر في حقه حالة العود ولو أنه قد تصدر في حقه عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ، إذا عاود أو عاد إلى ارتكاب جريمة تعادل أو يعني نفس الجريمة أو جريمة مماثلة، فهنا تطبق عليه الجريمة الأولى أو العقوبة الأولى يلزم تنفيذها. هذا الشخص صدرت في حقه عقوبة يعني رادعة، ولكن كانت مخففة نظرا لنجاحه في الإدلاء بالتنازل، هذه في قضية تحقير الأمازيغ. ولكن الآن الأمر لا يقتصر على ضحية واحد، هناك ضحية تم الاستماع إليهم من غير أصحاب التاكسيات، وهناك ضحايا آخرين. معليش أستاذ سعيد، احنا غادي يكون عندنا خبر حصري، يعني من غير الناس ديال التاكسيات أصحاب النقابة ديال التاكسيات هناك ضحايا تقدموا بشكايات ضد المدعو إلياس المالكي وتم الاستماع إليه. تم الاستماع إليهم، ولن نكشف عن تفاصيل ذلك لأن الأمر يدخل نحترم سرية البحث. في سرية البحث.